بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنستعرض مع بعض قطعة عملناها بإيدينا. هي إلى حد ما يعني في ناس أثنت عليها وقالت إنها جميلة، وبتمنى ذلك منكم. إن شاء الله هنقوم لها بعملية تجديد. هي تفاصيلها جميلة جدا. لو لاحظنا السلالم، المداخل، المخارج بتاعة المركب، هي مركب القراصنة طبعا. هنا بنلاحظ مراكب النجاة، وهنا عندنا المدافع اللي بتستخدم وقت الحرب استعرض مع بعض كده المداخل والمخارج. ان شاء الله هنعمل لها عمليه تجديد يعني كدهانات عشان تحفظها. طبعا الخشب من الحاجات اللي كل ما تدهنه بيتحافظ عليه، وهي كتحفه لازم دايما نعمل لها عمليه صيانه. يلا بينا نبتدي. بسم الله. طبعا احنا بنتحكم في الحاجه، مش هي اللي بتتحكم فينا. الموضوع كله سهل، بس أنا بتمنى إن كل واحد عنده قدرات لشيء معينة يقدر يستغلها. أنا لقيت إن أنا أقدر أعمل حاجات زي كده، إكسسوار وبتاع، فالحمد لله ربنا مقدرني، سواء من الناحية الفنية أو من ناحية إن أنا بستفيد منه كمبيعات برضه. يعني أنا بتمنى إن الشباب يستفيدوا من حاجة زي كده، بحيث يبقى زي مشروع يعني. هنا بندهن كل جزء، لازم نبين المظاهر الجمال اللي فيه. ده ورنيش شفاف، لأن هي كانت طبعا مدهونة ألوان تانية. بنحاول نغمق في جزء ونفتح في جزء. هي ابتدت تظهر زي ما حضراتكم شايفين كده. الحمد لله احنا عندنا شباب جميل يقدر يعمل حاجات كتير. لازم يستغل الطاقات اللي عنده، وده اللي أنا بتمناه، وده اللي أنا بستعرض فيه الحاجة اللي أنا بعملها. عشان كده يعني عايز الشباب يدور هو يقدر يعمل إيه. هي دي الفكرة. لازم نستفيد من الإمكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا. شبابنا جميل ويقدر يعمل كل شيء كويس ويستفيد من إمكانياته، لأن الشباب في الأول والآخر عبارة عن طاقة. لازم يستفيد من الطاقة اللي موجودة عنده. هنا أنا بدهن طبعا القاعدة بتبقى متغيرة في اللون شوية، بحيث إنها تديها اختلاف شوية وتبين جمال المركب. هنا نرجع برضو بسم الله. أتمنى إنها تكون ظاهرة قدامكم ومظاهر الجمال اللي فيها. مفيش حاجة اسمها صعب، مفيش حاجة اسمها صعب. احنا نقدر نعمل حاجات كتير. الشباب المصري الشباب واعد وجيد، لازم يستفيد من زي ما انتم شايفين. وان شاء الله ربنا يقدرني برضه هنستعرض مراحل صناعة المركب، وزي ما بقول لكم الموضوع سهل، بس هي الفكرة لازم يبقى عندنا صبر، لازم يبقى عندنا فكرة نشتغل عليها. على فكرة أنا بشتغل في بيئة ريفية، ممكن نسمع مثلا أصوات طيور، حيوانات، ده عادي. وهي بيئة على فكرة صحية وجميلة جدا وروعة. عارفين الريف فيه مميزات كتيرة وخير كتير، فأنا حابب موضوع الريف ده بصراحة. أتمنى إن الشكل الجمالي بتاع المركب يكون واضح قدام حضراتكم.
وصلنا لمرحلة الخلفية بالنسبة للمركب. برضو كل شيء لازم نعيد عليه بحيث إن يديني كله يبقى مية واحدة يعني. كمل السقفية دي. تحفة ما شاء الله. ده مش كلام عشان أنا اللي عاملها، لا، في ناس كتير شكرت فيها بصراحة، وطبعا بعت أجزاء أو قطع كتير من نفس المنتج، وإن شاء الله برضو هستعرض مراحل صناعتها يعني. يا ريت تكون وضحت قدام حضراتكم اهيت. ايه رايكم؟ ها، جميله. يا ريت تكون عجبتكم.